اللي كتغطي النص في وجهها دائما، الشيء اللي خلى البوليس انهم يديروا دوريات دائمه في الشوارع. هذا الشيء خلاه ياخذ السيف ديالو وبلا ما يفكر حيد الكمامه. وهنا كيتصدموا حيت فما كيكون بحال الا كان الجواب هو لا، فراه كيموتوا بابشع طريقه تقدر تكون سبب في النجاه ديالك من موت محقق. الا قررتي شي نهار تمشي لليابان، خاصك تكون عارف واحد الحاجه مهمه بزاف تقدر تكون سبب في النجاه ديالك من موت محقق. واحده من اشهر الاساطير اليابانيه واكثرها رعبا، كوتشي ساكي يونا، اللي كتبان الضحايا ديالها في الاماكن المهجوره والشوارع المظلمه، كتسولهم سؤال واحد: واش انا زوينه؟ هي كتكون دايره واحد الكمامه. الا كان الجواب هو لا، فراه كيموتوا بابشع طريقه. اما الا كان الجواب هو فراه كتحيد الكمامه. وهنا كيتصدموا حيت فما كيكون بحال الا مقطع وقادر يتحل من اللودن حتى اللودن بواحد الطريقه اللي كتخلع. والا داروا شي رده فعل او جاوبوا بلا، فراه المصير ديالهم باين، كيموتوا بابشع طريقه ممكنه. اما الا كان الجواب هو فهنا كتجبد كوتشي ساكي يونا، واحد المقص كبير وكتستعملو على الضحيه باش تدير ليه نفس الشق اللي فيها، واللي في الغالب كيتموت هاد الضحيه بسبب الالم اللي كتعيش او لا بسبب الرعب اللي شافت. فاشنا هي القصه الكامله ديال كوتشي ساكي يونا او المراه ذات الوجه الممزق، واشنا هي طرق النجاه منها، كيف ما كيدعي البعض من الناس انهم داروها ونجحات معاهم. هادشي كامل غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو ان شاء الله. كوتشي ساكي يونا هي اسطوره يابانيه مرعبه بانت للمره الاولى في مدينه يوكاي، وهي واحد المراه اللي كتغطي النص في وجهها دائما، وكتكون هازه معاها واحد المقص كبير كتلقى الناس في البلايص المهجوره او الزناقي اللي ما فيهمش الضوء، وكتسولهم سؤال واحد: واش انا زوينه؟ وكيف ما كان الجواب ديالهم سواء بيه او لا، فراه دائما كيكون المصير ديال الضحايا ديالها هو الموت بأبشع الطرق. هاد الأسطورة انتشرت أكثر في سنة 1978 و 1979 بسبب إشاعات ديال الناس كيدعيوا أنهم تلاقاو معها، وبسبب جريمة قتل وقعت في ديك الوقيته. كانت الضحية ديالها واحد المرأة اللي لقاوها ميتة بنفس الطريقة اللي كتقتل بها كوتشي ساكي يونا. هادشي تسبب في حاله من الرعب والذعر عند الشعب كامل، لدرجه ان التلاميذ ولاو كيمشيو مجموعين ويجيو مجموعين من المدارس ديالهم. اما بالنسبه للبوليس فراه تلقاو بزاف ديال البلاغات ديال الناس كيقولوا باللي راه شافوها، الشيء اللي خلى البوليس انهم يديروا دوريات دائمه في الشوارع. بالنسبه لسبب الشق في الفم ديالها، كاينين بزاف ديال التفسيرات للسبب اللي خلى فمها بهذاك الشكل. التفسير الاول: كوتشي ساكي يونا كانت مرأة ساموراي، وبحكم الجمال ديالها خلى بزاف ديال الرجال يطمعوا فيها. هادشي كان سبب في انها ولات كتامن بواحد الفكره، وهي انها كتستحق احسن من هاد الساموراي. في واحد النهار حصلها راجلها كتخونو مع واحد الراجل مهم في البلاد. هادشي خلاه ياخذ السيف ديالو وبلا ما يفكر قطع عليها فمها من اللودن حتى اللودن باش ما تبقاش زوينه باقي، الشيء اللي كان سبب في الوفاه ديالها. ولكن البعض كيقول باللي بسبب داكشي اللي دار روحها ولات ملعونه ورجعت باش تنتقم. بالنسبه للتفسير الثاني فراه سبب الشق هو عمليه تجميل فاشله، وبما انها كانت زوينه بزاف فراه ما تقبلاتش الوضع الجديد اللي ولات كتعيش فيه، الشيء اللي خلاها تنتحر في الاخير. ولكن الروح ديالها رجعات باش تنتقم. بالنسبه لطرق النجاه منها حسب الاساطير الشعبيه اليابانيه، فراه الا خرجت لك يمكن لك تستعمل بزاف ديال الحلول اللي ممكن ينقذوا حياتك. من بين هاد الحلول يمكن لك تعطيها اجابات مربكه بحال جيتيني عاديه، او لا ما نقدرش نحدد انا ماشي خبير، او لا يمكن لك ترمي ليها في الارض الفلوس او لا الحلوى الا كانت عندك. هادشي كيكون سبب في الارباك ديالها وكيخلي لك فرصه فين تهرب. وكاينين بزاف ديال الناس اللي ادعوا انهم تلاقاو معاها واستطاعوا انهم يهربوا منها حيت استعملوا واحد من هاد الحلول هادو.